ياه، اخيرا نضفت الشقه دي كانت مليانه بجد تراب ومتبهدله خالص. مش معقوله كنا هنعيط بالمنظر ده. يلا الحمد لله كنستها دلوقتي كده على الصبح علشان محدش يقعد يتخانق معايا ويقول لي يا ماما ست المكنسة، يا ماما ودي ست المكنسة، يا ماما مش عارفة ايه، يا ماما ما تكنسي في وقت تاني حبكت دلوقتي وانا بكلم صاحبتي، يا ماما مش عارفة ايه. انا خلاص تعبت، كنستها دلوقتي عشان محدش يقول لي حاجة. حط بقى المكنسة هنا وبقى ارجعها مكانها بعدين. على العموم يعني انا خلاص كده يعني، فانا هروح اصحي كده الولاد عشان لازم نفطر كده وننزل في البدري نجيب حاجة العيد. يعني مش معقولة كده، خلاص العيد بعد كام يوم واحنا لسه ما جبناش الحاجة، يعني مش معقول. كام يوم ايه ده؟ النهارده ليلة العيد يا ربي، ده احنا لازم ننزل على طول ونجيب الحاجات بسرعة قوي. يلا بقى انا هروح اصحي كده الولاد. صباح الخير يا ماما. ايه ده بتعملي ايه هنا؟ ايه ده ليلى، انتي انا مصحيكي دلوقتي؟ ما فيش يا ماما، بس ام ربي انا صحيت ثانية ومش عارفة انام تاني، والصراحة عايزة انزل كده اتفرج على التلفزيون. خسرت وشي واتفرج على التلفزيون. خلاص تمام، بس ما تعمليش دوشة عشان باباكي واخواتك نايمين، انا رايحة اصحيهم اصلا دلوقتي. ماشي يا ماما، مش هعمل دوشة. غريبة ليلى تصحى من دلوقتي، دي كانت آخر واحدة بصحيها. يلا يلا يا ولاد اصحوا، اصحوا يا ولاد عشان تفطروا. يلا اصحوا. عز اصحى، يلا اصحى عشان تفطر. عالية اصحي يلا عشان تفطري. اصحي يا عالية، ما تقومي بقى. عالية ما تقوموا بقى بلا قرف، هو انا هقعد اصحيكوا كام مرة؟ مليون مرة عشان خاطر تقوموا لي. اصحوا قوموا بقى يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا ماما؟ بتزعقي كده ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ان حضراتكم مش ناويين تصحوا. انا صحيت فيكم مليون مرة. في ايه؟ وانا لازم اعمل زلزال علشان خاطر حضراتكم تصحوا لي؟ خلاص يا ماما ما تزعقيش كده، خلاص احنا صحينا اهو خلاص. لما نشوف اخرتها في عدم سمعان الكلام ده. ياه، ده انا كل ما اقلب في الستوريز والريلز الاقي مباركات للعيد. صح، شاطر يا واد فكرتني، احنا عايزين ننزل النهارده نجيب حاجات العيد، الخروف واللبس وغيره كتير. ياي العيد جاي وهنلعب ونتفسح، ياي. صباح الخير يا ولاد، عاملين ايه؟ كويسين يا بابا، بس عايزين ننزل نجيب حاجة العيد، اصل النهارده ليلة العيد بصراحة، وعايزين نجيب بقى حاجات جديدة بجانة الوقفة وهدوم الخروج كده كده اشتريناها، بس عايزين بقى نجيب بجانة الوقفة ونجيب حاجات كتيرة قوي بصراحة، لان احنا متحمسين جدا ولسه ما جبناش ولا حاجة. وماله يا حبايبي، مفيش مشكلة، كده كده احنا محتاجين فعلا نجيب حاجة العيد والخرفان بقى والشغل بقى ده. يبقى خلاص بقى كده، خلصوا فطار والبسوا علشان نبقى ننزل في البدري. ها يا ولاد، جهزتوا ولا لسه علشان ننزل؟ جهزنا يا ماما، احنا جايين اهو. واو يا ماما، واضح ان المحل حلو قوي، كمان بصي ان فيه هدوم حلو قوي وفي مانيكانات فاضيه، يعني معنى كده ان في ناس كتير بتيجي هنا وبتشتري الهدوم. انا بجد متحمسه قوي. عندك حق يا حبيبتي، فعلا حاسه ان هو المحل هيبقى حلو، وان شاء الله هنلاقي في البيجامات بتاعتكم، لو ما لقيناش بقى يبقى نشوف محل تاني. لو سمحتي، هو فين سيكشن البنات وفين سيكشن الولاد؟ سيكشن الولاد على اليمين والبنات على الشمال يا فندم. خلاص ماشي، شكرا لحضرتك. بصراحة ماما حاسة ان البيجامات يعني مش عجباني الصراحة،
مش عارفة. هو بس بصي البيجامة دي حرام نسيبها، يعني حاساها حلوة وكمان لونها مميز، يعني حرام ليه تسيبيها. صح فعلا يا ماما، بجد البيجامة حلوة قوي وكمان ازرق كده ولونها كده متلائم قوي حتى مع طقم الخروج بتاعي. يلا ماشي خلاص، انا عايزة اجربها لانه بصراحة عجبني قوي. فعلا هي حلوة، خلاص ماشي هقيسها، حتى لونها اصلا حلو ومميز. خلاص تمام، خديها وتعالي عشان تقيسيها. يا ليلى بصي، انا حاسس صراحة ان ديت حلوة. محدش هيبقى لابس زيي وكمان انها مريحة، يعني ايه رأيك؟ ايوه فعلا صح، حلوة قوي، جرب تقيسها هتبقى حلوة. كمان بص هتبقى حمرا ولايقة قوي على الطقم بتاع الخروج بتاعك. مش حمستيني، يلا بينا. اهو يا ماما بصي. الله يا عالية، طب والله حلو عليكي، هيبقى اخصى عليكي بجد لو ما جبتيهاش، حرام. وبصي كمان حتى لونها حلو، يعني شكلها اصلا مختلف عليكي عن ما هي عن المكان. عندك حق يا ماما، خلاص هشتريها، اصلها بجد حلوة. ايه الاخبار يا ليلى، حلوة؟ ايوه فعلا حلوة قوي، اشتريها، الصراحة شكلها حلو وممكن تبقى تبص على شكلك في المراية. وبعدين انا اساسا جبت البيجامة بتاعتي، نانا نانا. ماشي، حسابك معايا بعدين يا قروبة. لو سمحت انا هاخد دول، ودي الكريدت كارد، اسحب منها الحساب. خلاص تمام يا فندم، انا اخدت خلاص الحساب، يعني الف مبروك ليهم وعيد سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا باشا. لو سمحت انا عايز خروف للأضحية. ثواني يا باشا، من عيوني. اتفضل يا باشا، الخرفانة قبل ما تسأل يعني كده، الخروف وزنه 40 كيلو. ما شاء الله. طيب انا كنت عايز اذبحه. تمام، على بركة الله. اتفضل يا باشا، اي خدمة. متشكرين يا ريس. كام الحساب؟ 8000 جنيه ان شاء الله. ماشي اتفضل. شكرا يا باشا، تزورونا وتنورونا في اي وقت. بصي يا هيثم، احنا هنروح دلوقتي عشان نعمل بقى ضوافرنا وشعرنا وكده، يعني علشان العيد، يعني انا وليلى وعليا هنروح، وانت خد عز وروحوا احلقوا عند الحلاق. معرفش تاخدوا يعني قد ايه، بس المهم روحوا احلقوا يعني. طيب خلاص مش مشكلة، احنا هنروح دلوقتي.